السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من كلام أهلاوي. والله وحشتوني، الواحد بقاله كتير ما عملش حلقة. تقول لي يا عم مين اللي وحشك؟ أنت أصلا أنت في كام واحد يعرفك؟ يا عم أقول لك السبعة تمانية اللي بيتفرجوا عليا أنا مبسوط ومرضي ووحشوني والله العظيم، والتعليقات والنوش اللي بيحصل على كل فيديو بينزل. طيب والله للأمانة هو ما فيش محتوى الفترة دي، في فقر كبير قوي للمواضيع اللي نتكلم فيها. النشاط لسه واقف واحنا عارفين الكلام ده، ما فيش أي حاجة الواحد يتكلم عليها، ما فيش بقى غير شوية اتكلم على الصفقات ومين رايح مين جاي، مين بيتكلم مع مين، وسام ماشي وسام جاي، عبد القادر رايح الزمالك، عبد القادر مش رايح الزمالك، ده الحق ده امام عاشور ماشي. فهو ده اللي بيحصل الفتره دي، وده للامانه يا جماعه يعني ما فيهوش اصلا يعني رغي كتير. مش مستاهله الناس اللي بتقعد تعمل بال 18 حلقه بتتكلم على نفس المواضيع اللي ملهاش لازمه. يعني انا هستفيد ايه لما اتكلم على 18 مره وسام ماشي ولا قاعد، وايه مخاطر اللي هتحصل لو وسام مشي؟ طب وايه المميزات لو وسام مشي؟ خلاص اصل ديت 1000 كلمتين زي ما انا عملتها الحلقه اللي فاتت، يعني مش محتاجين نهري فيها كل ده. وللامانه يا جماعه هو الموضوع ده مش متوقف بس على الناس اللي بتطلع على السوشيال ميديا، حتى القنوات دلوقتي. ودي حاجه بصراحه انا كنت عايز اتكلم عليها من فتره، حتى ايام النشاط ما كان شغال يعني قبل التوقف يعني. وهو ان ببساطه يا جماعه البرامج الرياضيه بجد بقت تزهق. يعني معلش يعني مش كلها ومش على طول تزهق، بس معظم الوقت بقت تزهق. يعني معظم الوقت انا في رايي الشخصي الناس بتتفرج عليها لما ما تلاقيش افلام تتفرج عليها، فخلاص بقلب لقيت برنامج رياضي شغال اتنين قاعدين بيتخانقوا مع بعض. طب ايه بقى قصه اتنين قاعدين بيتخانقوا مع بعض؟ بصوا يا جماعه، اللي بدا الترند ده ويمكن من قبليها شويه، بس يعني بيك الترند ده كان موجود، او قمه الترند ده كانت موجوده في لقاء كابتن سيد عبد الحفيظ مع احمد عفيف. احنا هنا خلاص جبنا اخر الترند ده، كان يعني اللقاء اللي هو خلاص يعتبر القمه بتاعت الترند ده. وقبليها بقى كنا عارفين القصص بان احنا برضه نجيب ناس وتقعدوا يتقاشوا في بعض ويقول لك اصل المظلوميه ومش المظلوميه، والهجاص يطلع مش عارف يقعد يتريق على الناس ومش يتريق على الناس، ويقول لك هي دي كوره، هو ده مش عارفه ايه، ده انا ما فيش غيري مدرب في مصر، ما كانش في حد غير لعيب في مصر، وفاهمين الكلام ده كله. طيب اللي بيحصل بقى دلوقتي، وده بجد بقى يعني مزعج جدا بالنسبه لي، ان انت افتح اي برنامج، بلاش تفتح البرنامج، اتفرج على الهايلايتس بتاعت البرامج اللي بتنزل على اليوتيوب بعد كده، واقرا العناوين. كل العناوين شاهد مناقشه قويه بين مش عارفه مين ومين، شاهد نقاش ساخن مش عارفه مين، شاهد خناقه مش عارفه مين، شوف مين افحم مين فقال له ايه وعمل ايه. تفتح تلاقي نفس الكلام اللي بيتقال من اول حلقه احمد عفيفي اللي هو من قبليها برضه كان بيتهري فيه، وخلاص جبنا القمه، لا احنا هنحلب الترند اكتر واكتر لحد ما يبقاش في كلام يتقال اصلا خالص. حتى يعني كابتن سيد عبد الحفيظ دلوقتي لما بيطلع في البرامج اللي احنا شفناها، اقربهم اللي كان مع مهيب عبد الهادي، كابتن سيد عبد الحفيظ يعني هو خلاص زهق حتى من تكرار الكلام، واحنا مصرين ان احنا لا احنا هنكمل في القصه دي، هنفضل نجيب مش عارف كابتن سيد عبد الحفيظ مش عارفه مين، كابتن ايهاب الخطيب مش عارفه مع مين، كابتن مش عارفه مين مع مين، وهنفضل نتخانق على نفس الكلام ونقول نفس الكلام. امام عاشور بقاله سنتين ولا سنه مع النادي الاهلي ولسه برضه بنتناقش فيه، مش عارفه زيزو مش عارفه ايه القصص لسه بنتكلم فيها لحد النهارده، بن شرقي لسه بنتكلم فيه لحد النهارده، ونفتح قصص عبد الله السعيد من ساعتها بقى لما عبد الله السعيد الزمالك كان عايز يجيبه. يا جماعه انتوا بتزهقوش؟ يعني هو بجد ده خلاص بقى المحتوى، نجيب اتنين تلاتة يقعدوا يتخانقوا مع بعض عشان ننزل، ونفضل بقى اوعى مين حرق مين فمين رد عليه ومين افحم مين. حتى يعني حتى الناس اللي شغاله بقى كمحتوى كمان على السوشيال ميديا ده بقى محتواها خلاص. يعني احنا بنعمل حلقات اتنين بيشدوا مع بعض، فنعمل حلقه تاني يوم في القنوات برضو نتكلم على المشاده اللي حصلت قبلها بيوم، ونفضل بقى كل الناس بتوع السوشيال ميديا اسبوع بيكلموا وبيعملوا رياكتس او ريفيوز على الحلقات دي. فبالتالي احنا عايشين في خناقه كبيره دلوقتي، في يعني في قاعه في الرياضه المصريه كده جواها خناقات بس. ليه؟ لان احنا ما عندناش محتوى والنشاط واقف، واحنا يعني مش عارف، يعني الواحد برضه مش عايز يقول كلام يعني ما يبقى وحش في حق الناس، بس يعني احنا فاضيين ما وراناش حاجه، فنطلع ناس تتخانق مع بعض واحنا كده بناكل عيش يعني. تقول لي انت بص بتهاجم الناس ومش بتهاجم الناس، طب يعني هو انت ما كنتش بتطلع تهاجم وما كنتش بتطلع تتريق وما كنتش بتعمل يا جماعه؟ ما كانش المحتوى كله كده. انا في مرات كتيره اتكلمت تفصيليا على مواقف، على مباريات، على مواضيع مهمه تخص النادي الاهلي، ما كنتش بطلع على طول اعمل ريفيو على حد، ولا ان انا ارد على حد، ولا ان انا ابقى عايز انا لقطه وخلاص والكلام ده. فما ينفعش يبقى بجد البرامج الرياضيه في ظل التوقفات، حتى ده كان بيحصل عادي يعني حتى من غير توقف ده كان بيحصل، بس اللي احنا شايفينه بقى اليومين دول لان هو مفيش حاجه خلاص تتعمل، فهو يا كلام على صفقات اللي هو بيتعاد كل يوم، يا خناقات كل يوم، بمظلوميات كل يوم، من ايام مش عارفه جريده الاهرام تاني، بصوا كل حاجه بتتعاد تاني،
وبجد المشاهد حتى، يعني المشاهد بقى زهقان من كده. ما هو يعني احنا بنتكلم في ايه تاني؟ تحسوا ان هم يعني عاملين كده تشيك ليست، لازم الناس دي كلها تقعد مع الناس دي كلها يقولوا نفس الكلام كله ونشوف مين بيكسب كل مره. ده حاسين ان هو ده اصلا ماتش كوره هم مركزين فيه وهو ده اللي عايزينه، وهي خلاص بقت دي الرياضه. لكن نقعد مثلا نتكلم ونجيب خبراء ونقعد نتكلم ازاي نطور مثلا قطاعات الناشئين في انديه زي الاهلي والزمالك اللي بقى لها كذا سنه الناشئين مش قد كده فيهم، لا. نتكلم ازاي نطور الكره المصريه بشكل عام، لا. نتكلم ازاي ننمي الروح الرياضيه، لا. ننمي ازاي ان احنا نشجع الجماهير اكتر واكتر بحضور مباريات، لا. ننمي وعي عند الجماهير بالرياضه والرياضات المختلفه مثلا تاني غير الكوره اللي برضه ممكن تدخل مكاسب لانديه، لا. احنا ما نعملش كل ده. احنا نجيب 4 يقعدوا يزعقوا قدام بعض ويتخانقوا مع بعض، فاحنا نجيب فيوز ومشاهدات، في ناس بتتبسط من ده وهم مركزين على ده قوي. ليه في ناس بتتبسط من ده؟ لان في ناس بقى من بعد كده كمان ده بيبقى بقى اكل عيش. زي ما قلت لكم في ناس كتير قوي على السوشيال ميديا خلاص هي بقى شغلها انا بقى هجيب مين افحم مين، وادي يا كابتن سيد، وادي يا كابتن مش عارفه مين، وهوبا ده رد قال له ايه، واوعى في المقص. فبقت هي دي القصه. فبصراحه يا جماعه عشان كده انا بصراحه يعني انا اقدر اتفهم ان في ناس شغلها الرئيسي هو ده، ان هم اعلاميين رياضيين او قنوات رياضيه، فهم طب هيتكلموا في ايه؟ انا اديتك امثله بسيطه وانا مش خبير في ده، فانا مش هفتي في حته انا مش فيها. بس اكيد يا جماعه ان احنا يعني الرياضه عندنا مش فقيره لدرجه ان احنا بجد بقى يكون هو ده خلاص المحتوى، هو ده اللي بيطلع على التلفزيون. حاجه هتكلم عليها اتكلمت عليها الحلقه اللي فاتت يا جماعه تاني، كل الهيصه اللي بتحصل على قصص الصفقات ومين جاي ومين ماشي والكلام ده كله. يا جماعه احنا اتعودنا على كلمه وعارفينها كده من زمان، ماشي؟ الاهلي بمن حضر. اللي حصل ساعه مارسيل كولر، وانا قلت الكلام ده من قبل حتى النادي ما يدعم بصفقات. قلت احنا ما عندناش ازمه لعيبه، احنا عندنا ازمه مدرب. المدرب مش عارف يستخدم اللعيبه اللي معاه. فاحنا القصه مش قصه لعيبه. وماتش سان داونز بتاع الذهاب انا رحت طالع بعد كده قلت لكم ده اكبر دليل اللي يقول لك انت ما عندكش ازمه لعيبه. انت عندك لعيبه تقدر تطلع لك يعني 110% لما يحبوا ولما يلعبوا ولما يبقى المدير الفني مركز. غير كده انت مش هتاخد اي حاجه. وحاجه تانية اتكلمت عليها قلت لك انت عندك ازمه كابتن في الملعب. وحتى اللي شاف منكم الريلز اللي نزلت او شاف الحلقه ساعتها لما اتكلمت على ان احنا مفتقدين شخصيه كابتن حسام غالي في الملعب، وقلت مع احترامي الشديد للشناوي بس احنا محتاجين واحد موجود في قلب الملعب، ناس اللعيبه بتحترمه واحيانا تخاف منه. ده مش غلط يا جماعه على فكره، يعني كابتن الفريق ان اللعيبه تهابه ده مش غلط. ومع وصول تريزيجيه كلنا قلنا بس خلاص بقى ده من ريحه الحبايب، ده هنشوف الكابيتانو الجديد في الملعب. هوبا تريزيجيه قام حاططها لنا في المقص في اول مباراه ان هو نازل ياخد لقطه على زمايله وهو كابتن الفريق، فيضيع طموحاتنا كلنا ان احنا اتبسطنا اخيرا ان في كابتن. تقول لي بقى خلاص انت بتتكلم الكلام القديم، لا انا مش هفتح في الكلام القديم، انا بس بقول لك ايه الحاجات المهمه اللي احنا محتاجين نتكلم فيها. يعني ايه تاني ممكن نتكلم فيه غير ان احنا نقعد نتخانق مع الناس؟ تقول لي اصل تصريحاتهم وهم مستفزين فعندنا ناس بتطلع ترد عليهم. يا جماعه الموضوع ده ما بيخلصش. يعني هو بذمتك اللي هم اكتر حلقتين كانوا يعني يجيبوا مشاهدات او يعني كانوا مهمين، اللي هي كابتن حلقه اللي انا لسه قايلها كابتن سيد عبد الحفيظ مع احمد عفيفي، راحوا بعديها على طول برضو عاملين اللي هي حلقه باشمهندس عادل القيعي مع ميدو، مع كابتن احمد حسام ميدو، اللي هي بصراحه هي لا كانت مناظره ولا كانت اي حاجه. انت ما ينفعش تقعد خالص باشمهندس عادل القيعي مع احمد حسام ميدو، مع احترامي للكابتن احمد حسام ميدو تماما. دي ما كانتش مناظره خالص ولا نقاش ولا اي حاجه. كابتن احمد حسام ميدو مسك الحديده مش عايز يسيبها وباشمهندس عادل القيعي راجل، يعني انا ما بقولش ان ميدو مش محترم، بس هو راجل ما عندوش حتى فكره ان انا هقطع حد في الكلام. فكان قاعد كل ما ميدو قاطعه يسكت، وقال ساعتها للاعلامي ابراهيم فايق كذا مره، قال له بعد اذنك انا عايز اتكلم. هو يقول كلمتين تلاقي ميدو راح لطشه على طول واخد 7 دقايق، يقول كلمه لطشه على طول واخده 7 دقايق. فدي ما كانتش مناظره خالص، وصدقوني مش هيحصل احسن من الحلقتين دول. خلاص ده كان احسن حاجه ممكن تتعمل. انا اسف انا بعيد الكلام تاني بس عشان هو فعلا الموضوع مستفز يا جماعه، يعني بجد والله العظيم الموضوع مستفز. انا فاتح حلقه امبارح لسه بتفرج عليها حاسس ان انا يعني انا بتفرج تاني على حلقه كابتن سيد عبد الحفيظ. مشاكل زيزو بنسمعها هي بقالنا كام شهر دلوقتي، هي في كل حلقه وكل برنامج، ونفس الاسئله ونفس الاجابات ونفس الخناقات. الكلام ده ما بيتغيرش. طب ممكن نسال سؤال تاني؟ المذيعين هنا تاني انا مراعي ان في ناس كتير ده شغلها،
انا اعلام رياضي ومفيش مواضيع دلوقتي، هو ده الحاجات اللي ممكن نعمل بيها حلقات وتجيب مشاهدات وكده. طب انت نفسك مش زهقان كاعلام رياضي، كاعلامي رياضي قاعد، انت مش زهقان؟ ما عندكش فعلا يعني اراده كده انك فعلا تاخد دفه الحوار لنقاش مهم، زي مثلا ازاي، زي ما قلت لسه من شويه، ازاي ندعم قطاع الناشئين مثلا، منتخب مصر نشتغل عليه ازاي. فبس عشان انا ما اقعدش الف واعيد تاني في الكلام ويعني يبقى حلقه ملهاش لازمه، شكرا جدا ليكم. احنا مستنيين على الاقل حتى المباريات الوديه اللي هتتلعب مع النادي الاهلي عشان يبقى في كلام نقدر نتكلم فيه مع بعض. وفي انتظار طبعا موسم باللعيبه بالسكواد اللي عندك ده، المفروض انت مستني موسم يعني للتاريخ للنادي الاهلي، انت المفروض ما فيش بطوله تخرج منها السنه اللي جايه يعني. بس كده، شكرا جدا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.